صاحب هذين السيارات الحمل؟ نعم صاحب السيارات. هذه والقلاب الشوفل. اكو شوفل منك ومجموعه كوسترات. مجموعه كوسترات لي ولاقربائي ولجواريني واللي عايدين لي. تمام. راح اسالك سؤال. نعم. احنا سبق وان بلغنا وقلنا اخوان هاي السيارات توقفوها مناطق سكنيه تزعج الناس. الناس جاي تتشكى. يعني حاسبنا مجموعه من الناس، المفروض حضرتك او اصحاب الكوسترات او اصحاب السيارات الحمل الكبيره توخروهم قبل لا احنا نجي، لان اكو ناس جاي تتشكى بهذا الموضوع. نعم استاذ على راسي، حقيقه انتم اهل القانون، احنا مو يعني نتعلم منكم بهذا الموضوع. بالنسبه للسياره هذه الكبيره من حق انه لا تدخل بالمدينه، ممكن اكو جراجات او يصير بها كتاب. يعني احنا مخالفين بهذا الموقف. طبعا راح نتخذ وياكم اجراءات قانونيه حسب القانون. على راسي. انتم مخالفين. راح نتخذ بكم اجراءات قانونيه، بس اللي اتمنى من عندك ومن اخوانك او قرايبك السيارات هذني بعد لا يبقن هنا، لانه اكو عده شكاوى الناس منزعجه من هذا. استاذ هو هذا من حقكم، انتم ابن القانون وتلبي طلبات المواطنين ومن يشتكون. انا اليوم لو جاي انا قبل شويه هسه ذكرت لي، قلت لك بعد شويه عندي سياره ثانيه ايضا راح تجي. ليش؟ لان احنا بالنسبه لنا نعتبر نفسنا مو مخالفين، باستثناء هذه حتى اكون منصف. يعني هاي السياره ما من حقنا ندخلها بالمدينه، نعتبرها الا كتاب رسمي او تبقى بالجراج اللي هو خارج المدينه. تمام. اما الشوفر والكوستر بس هذا فرع، هذا منطقه سكنيه ما يصير يوقف بها الشوفر. بالنسبه للقانون اللي يسري على الجميع يسري عليه وعلى الاخرين وتبشرون.